السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباح النشاط، صباح السعادة. انا صاحية من النوم، عايزة اقول لكم مكسلة جدا جدا جدا، جسمي مكسر ومش قادرة اقوم من على السرير. بس طبعا اللي وراه بيت واللي وراه اولاد لازم يقوم ولو ايه بالذي. فانا كده صحيت معاكم، قلت اتنشط معاكم وافتح اصور معاكم ونتنشط مع بعض. انا دلوقتي هعمل كوبايه نسكافيه عشان انا لسه ما اكلتش اي حاجه. هعمل كوبايه نسكافيه واكل كده جنبيها بسكوتيه، ونشوف بقى ورانا ايه وهنعمل ايه مع بعض. انا كده كده البيت عندي النهارده يعتبر نص نظيف، يعني اوضه الولاد هي طبعا كالمعتاد يوميا لازم تتعمل عشان انتوا عارفين الاولاد. الصاله عندي نظيفه، المطبخ ما فيهوش حاجات كتيره، هنعمل اكل. اوضتي السرير عايز يتعدل، فهنشوف هنعمل ايه مع بعض. خليكم بقى معايا ويلا نشوف هنعمل ايه. دخلت المطبخ بقى كده معاكم اهو، بفتح بيتهم نسكافيه. انا بشربه من غير سكر عشان هو فيه سكر. الميه كنت حطاها في البراد بتغلي. بصوا البسكوت دوت الكرابيه انا كنت عاملاه، ومعايا كحكايه عيد ساده وكحكايه بسكر وبسكوتين اهو زي ما انتوا شايفين. ده كده بيكون الفطار بتاعي. هغير ريقي بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا اتفرجوا، بصوا عضية جايه بيه على السرير والنبي كسر الله. لا تعليق يعني، لا تعليق، كلكم عندكم عيال وعارفين قاعد بيطبخ على السرير. قلت اقعد بقى كده ايه، اكل معاكم، افطر معاكم. اتفضلوا معايا. وزي ما انتوا شايفين بقى اديني هقعد افطر كده واخلص فطار واقوم بقى الم الاوضه بتاعت الولاد دي اللي ما بتخلص اصلا، مش بتخلص. كل يوم يوماتي على الله لازم اشيل واكنس وامسح واعمل فيها اللي انا بعمله كل يوم. طبعا اللي عنده عيال هو عارف، وخصوصا يعني وبالاخصيه الصبيان دول حاجه فظيعه يعني. مش عارفه اقول، مهما اعمل فيهم ومهما انضف فيهم ومهما اغير لهم هم برضو مفيش فايده فيهم. المهم طبعا اكتر واحد بيغير في البيت معروف هو عدي. طبعا بقى انا هخلص فطار وهقوم بقى الم الليله دي كده كلها، وهغير الملايه لان الملايه لقيت الاستاذ كاتب لي عليها بالقلم. حتى هوريكم برضو كده، هقرب المرايه للكاميرا بتاعه التليفون علشان تشوفوا الكتابه اللي هو عاملها. عيل فظيع يعني، ربنا يهديه. المهم وهنخلص طبعا الاوضه. هعمل ايه بقى؟ انا بصراحه هشيل السجاده لان انا صراحه تعبت من كل يوم بكنس، كل يوم بكنس. هو في العادي انا بنكنس حتى لو مش الارض مش مفروشه، بس انا هشيل السجاده لان أنا صراحه يعني صراحه انتوا اخواتي بقى يا بنات وعارفين الكلام دوت، انا مفيش حيل ان انا اقعد اغسل تاني سجاد. يعني صراحه ان السجاد يتبهدل ويتوسخ واروح اغسله تاني صعب قوي عليا ان انا اغسله تاني، ايديا مش هتستحمل. المهم فانا هشيل السجاده بتاعت اوضه الولاد، طبعا هكنسها وهبرمها واشيلها عشان تبقى على العيد الكبير تطلع تتشمس وتتنفض تنفيضه حلوه، وهي اصلا هتبقى نظيفه ما فيهاش حاجه اللي انا لفاها. المهم وهحط بقى ايه على الارض. طبعا هكنس الارض وهسيحها وهحط حصيره. طبعا دي حاجه ما تعرنيش، دي حاجه ترفع من شأني ان انا اقول انا حاطه ايه. انا مش هسيب الارض على البلاط طبعا عشان في اطفال ان هم يقعدوا على البلاط غلط. فانا هحط لهم حصيره كده واحط عليها حاجه، وطبعا هتشوفوا الاوضه. تمام، كملوا بقى الفيديو الاخر وشوفوا انا هعمل ايه معاكم.
هنا بقى بقول لكم ان انا الصراحه شلت السجاده وحطيت حصيره، علشان انا مفيش صحه زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا اغسل سجاد تاني. فشلت السجاده بتاعت اوضه الولاد. طبعا انتوا عارفين اي بيت فيه ولاد وفيه هرك انتوا عارفين، وانا مش مكسوفه ان انا حاطه حصيره، ومش مكسوفه ان انا طالعه اقول لكم ان انا حاطه حصيره. وبكده بقى زي ما انتوا شايفين انا خلصت الاوضه والحمد لله. ايه رايكم بقى بعد ما نتفت؟ ودي انا حطاها كدهوت عشان الولاد يقعدوا عليها. ايه رايكم؟ بقت زي الفل. يا رب تفضل بس زي الفل. ده طبعا مش اكيد، انا عارفه. بصوا انا هنا بوريكم حصير اهي، وبوريكم ان انا حاطه عليها حاجه. شايفين؟ انا مش مكسوفه ولا مستعريه ان انا اقول كده. احنا يعني ولاد خلي بلد. بساط احمدي. وبقى يلا بينا نخش المطبخ نشوف هنعمل ايه فيه. وديني دخلت المطبخ اهو علشان احضر معاكم الغداء. تعالوا بقى شوفوا هنعمل غدا ايه مع بعض. يلا بينا. وانا هنا بقى دخلت على الوصفه بتاعتنا على طول. معايا بطاطس اهي اقشرها معاكم. هنعمل الوصفه دي انا شفتها في قناه تركيه من القنوات اللي انا بتابعهم. لما بلاقي اكله بتعجبني وبحس انها سهله عليا وان انا اقدر اعملها وبحس ان هي الولاد هيحبوها، فبصراحه بطبقها على طول وبعملها. فانا شفت الوصفه دي على القناه التركيه اللي انا بتابعها، فقلت بقى النهارده هعمل الغدا بتاعنا الوصفه ديت. شوفوا بقى الوصفه وشوفوا الطريقه زي ما كملوا الفيديو الاخر وشوفوها، هتعجبكم جدا بجد. جميله وجربوها على ضمانتي بجد هتعجبكم. عجبت الولاد جدا جدا بجد. الوصفه دي جميله جدا وسهله وبسيطه، ما فيهاش اي تعب ولا مجهود اصلا. شايفين بقى؟ طبعا انا هنا بقى قشرت البطاطس وغسلتها وبقطعها حلقات مدوره، ما تكونش رفيعه، تكون كده ماسكه نفسها ومحمله. تمام. قطعيها كأنك هتعمليها بطاطس في صينية طبيخ، بس تكون يعني كل حلقية من البطاطس تكون محملة كده. تمام. وهنتبلها، هنحط لها بهارات ملح وفلفل اسمر وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وزيت زيتون. بس انا ما عنديش زيت زيتون، بس هي يعني الوصفة الاصلية كان محطوط لها زيت زيتون، فانا ما عنديش زيت زيتون فهحط زيت نباتي. تمام. وهعملها هغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة هطلعها من الفرن. انا طبعا هحطها على الرف الوسطاني. بعد 20 دقيقة هطلعها، اروح حاطة عليها الجبنة الموتزاريلا وجبنة تركي. طبعا هي كانت حاطة عليها جبنة موتزاريلا بس، او جبنة شيدر مبشورة. تمام. هي كانت حاطة جبنة شيدر مبشورة. طبعا انا اللي كان عندي في التلاجة موتزاريلا وتركي، فقطعت التركي كده قطع صغيرة والموتزاريلا رشيتها عليها ودخلتها الفرن تاني 20 دقيقة. اخدت الوش بتاعها وبقت زي الفل، وبتقدميها وبألف هنا وشفا. طبعا بقى انا هقدم معاها ايه؟ انا عندي ممبار من ايام رمضان لما كانت حماتي عاملاهولي وبعتهولي. فاكرين الفيديو اللي كنت عامله فيه محشي الكرنب والفراخ والممبار؟ انا طبعا كنت سالقه الكميه كلها، ولا عشان الكميه كانت ياما والاكل كان عندي ياما، فانا اخدت كده طبق صغير على قد الفطار طبعا زي ما شفتوا معايا في رمضان، والباقي طبعا حطيته في الفريزر وانا طلعته بقى يفك وهحمره وهيبقى ده اكلنا. ادي البهارات اللي معايا: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، فلفل اسمر. شايفين بقى كده؟ ادي الفلفل الاسمر اهو، وكمان معايا زعتر. شايفين بقى؟ وهحط الملح. انا حطيت الفلفل الاسمر وادي الملح اهو، ومعايا بابريكا وزعتر وتوم باودر وبصل باودر. بس كده. وخلطي بقى المكونات دي كده مع بعض وتحطي الزيت بتاعك. يستحسن يكون زيت زيتون. الوصفه كانت بزيت زيتون، انا بقول لكم الوصفه كانت طريقتها بالظبط. عندك بقى زيت ذره، زيت عباد شمس، اي زيت عندك حطيه. انا اللي عندي حطيته. بقلبها كده في قلب بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بخلطها كده في قلب البهارات مع الزيت، وهغطيها. هجيب ورق فويل بقى طبعا وهغطيها وهدخلها الفرن على الرف الوسطاني لمدة 20 دقيقة. انا بعيد عليكم تاني، وطبعا هسيب لكم الطريقة والمقادير في صندوق الوصف زي ما متعودين مني. يا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناة لسه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وكومنت جميل علشان القناة تكبر بتاعتنا وعيلتنا تكبر. يا احلى صحاب في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. شايفين بقى انا كده ايه؟ جبت الورق الفويل. طبعا انا بمسح الحواف بتاعه الصينيه علشان ما تتحرقش مني، مكونش فيها اي حاجه وتتحرق وتبقى شكلها وحش كده وتتحرق. ادي الصينيه هنا انا بقفلها بغطيها كده كويس وبكمرها حلو قوي، وهولع بقى الفرن وهدخلها. شايفين بقى؟
الفل. هنا بقى الفرن بتاعي سخن وحطيتها كده على الرف الوسطاني زي ما قلت لكم لمده 20 دقيقه 20 دقيقه. وهنا بقى ولعت البوتاجاز زي ما انتم شايفين. وهنا بقى هعمل اللحمه بتاعتي، هعصجها. اللحمه المفرومه هنعصجها زي ما بنعصجها الجلاش، لرقاق، لمكرونه بشاميل. طبعا ما فيهاش اي افتكاسات وعارفينها بتتعصج ازاي. انا هحط معلقه زبده ومعلقه زيت، وهحط البصله بتاعتي مبشوره زي ما انتوا هنا بقى هتشوفوا معايا. وهحط اللحمه، واول ما لونها كده يبقى لون بني كده هوت الفاتح كده يغير بس اللون بتاعها، اروح نازله بقى بالبهارات، ملح وفلفل اسمر. ومش هحط اكتر من كده عشان مش عايزه اغير من طعم اللحمه بتاعتي. وبعدين البطاطس بتاعتي فيها بهارات، فانا مش عايزه احط بهارات كتيره للحمه، فانا مستكفيه هنا بالملح والفلفل الاسمر بس. طبعا كملوا بقى الوصفه للاخر وتابعوا الفيديو للاخر. وما تنسوش اللايك ماشي، والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناه يا حبيب قلبي. زي بقى ما انتوا شايفين هنا، انا هنا خلاص حطيت الجبنه الموتزاريلا وبحط عليها الجبنه التركي اهو. شايفين بقى كده؟ ايه رايكم؟ شكلها جميل جدا وطعمها بجد تحفه جدا جدا فظيعه. جربوها بقى هتعجبكم. انا هنا بقى هحطها برضو على الرف الوسطاني لمده 20 دقيقه. لو بعد 20 دقيقة جيتي تطلعيها ما لقيتيش الجبنة كده وشها احمر، ولعي الشواية لمدة دقيقتين تاخد بس اللون التحميرة كده وطلعيها على طول. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ انا هنا بقى هحط الطاسة واحط فيها حبة زيت علشان احمر الممبار بتاعنا. شايفين بقى ان انا حطيت اهو الزيت. انا هنا بقى ايه، بجيب غطا حلة علشان هيقعد يطرقع وممكن يلسعني. فعلى ايه، خلينا حاطين الدرع بتاعنا يحمينا من النار. انا بخاف جدا من الزيت بصراحة، اللسعة بتاعت الزيت فظيعة وحشة. شايفين بقى انا هنا بصوا حتى برفع بالراحة علشان اقلبه على الناحية التانية بالراحة. شايفين الجبن اللي انا فيه؟ بصراحة النار لسعتها وحشة. ربنا يا رب يأجرنا من نار جهنم، اللهم امين يا رب العالمين.
انا هنا كنت خلصت الممبار وطلعته، وبطلع بقى صينيه البطاطس بتاعتي. تا 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 تا، شايفين الجمال؟ والله جميله جدا. شايفين بقى؟ ايه رايكم؟ تعالوا اتفضلوا معايا في الغدا، غدا جميل يستاهل بقكم، تحفه ما شاء الله عليها. انا هنا بقى هقطعها كده بالسباتيولا، شايفين بقى كده، وهطلع حته في طبق علشان تشوفوها. شايفين الجمال بقى؟ صلوا على النبي بقى يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. سموا الله كده وقولوا بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم على الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ البطاطس مستوية ودايبة دايبة دوبان كده فظيعة، جميلة جدا. بصوا الشوكة، شايفين بقى؟ بصوا الجبنة كده سايحة ونايحة ازاي؟ ايه رأيكم؟ نفسي اقول لكم اتفضلوا معايا، والله بجد تستاهل بقكم. وبكده بكون خلصت الغدا بتاعنا زي ما شفتوا، عملنا روتين بسيط كده مع بعض. ده بيكون نهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير وسبسكرايب، وبحبكم جدا. مع السلامه، باي باي.